امبارح من مشتريات العيد انا اتكلمت على اللامبينا ونسيت اقول لكم مكوناته من كتر فرحتي بيه، وعايزه كل الناس تجربه وعايزه كل الناس تشوفه قد ايه يجنن على البشره. انا دلوقتي حاطه طبعا على بشرتي خطير. طبعا شرفتوني ونورتوني معاكم ياسمين. لاول مره يشوفني بقى يعمل لايك للفيديو واشتركوا في القناه، وكمان تابعوني على الانستجرام عشان يوصلوكم كل حاجه جديده، وكمان توفروا فلوس. بمناسبه اللامبينا ده عباره مكوناته ايه؟ عشان في ناس كتير سالتني على الفيسبوك وكده قالوا لي وانستجرام مكوناته ايه. انا من كتر فرحتي نسيت وحياه ربنا. اول حاجه ده هيوفر لك فلوس هبل هبل. ده اول حاجه انه فيه 6 انواع بيبتايد زائد 3 انواع كولاجين عشان يرجع البامب للخد تاني، لان ده كانوا بيستخدموه في عمليه التجميل والناس اللي عندها جروح، فالجروح دي غائره وبقى لها كمان جروح قديمه والحاجات دي كلها. الجروح القديمه دي عامله هبطه في الجلد كده، يعني واخده شكل في الجلد، فبيرجعوا الجلد تاني لطبيعته. غير انه فيه ناشراميد وكمان فيه هيرونيك اسيد ومجموعه كبيره من الخماير والاعشاب اللي بتصلح البشره وبترجع البشره زي ما كانت. ده تركيز عالي جدا من كل حاجه، 20 مللي، وسعره نفس سعر المصري، سعره نفس سعر المصري بالظبط. وبيقول للناس اللي عندهم حفر في بشرتهم والناس اللي عندهم علامات قديمه او علامات جديده في بشرتهم وعايزاها تختفي خالص، بس اصحاب البشره الدهنيه والمختلطه يستعملوا الاثنين دول مع بعض. اوكي، السيرم ده سعره 690 جنيه، وده سعره برده في حدود ال 600 وحاجه، 700 ولا 600 وحاجه. يعني ده تحفه. حتى كاتبين لك عليه للعلامات سيركل، يعني العلامات بتاعه البشره. يعني تخيلي الحفر اللي في بشرتك، كل حاجه في بشرتك هتروح. اعملي بقى تقشير، اعملي ديرما ستامب، كل ده يرجع تاني معاكي روتين كامل هتستعملي الصبح وبالليل. انا هحط لكم دلوقتي صور لناس استعملت السيرم ده خطير. وطبعا في كريم للناس اصحاب البشره الجافه. عشان الناس بتسالني بجيب منين، والله انا حاطه الصوره اهي، ده الواتساب اللي بجيب منه، والصفحه اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. اوكي، تنزلي على طول هتلاقي الصفحه، وده الواتساب، تبعتي على الواتساب اسهل، لان انا بعمل كده وببعت على الواتساب اسهل بكتير. بصي بكتير رخيصه بس ما تشتريهاش، دي كارثه. اول منتج معانا وهو امسي، والله العظيم بصي بيحرق البشره جدا، ميه في ازازه، ما بيعملش اي حاجه، ونتيجته بشعه جدا جدا على البشره. ولو انت بشرتك معرضه لحبوب هيطلع لك حبوب وتلاقي تسلخات. يعني انا كنت بلاقي الحته دي تحرقني قوي، الحته دي مش بتحرقني قوي، فما نعتبروش خالص فيتامين سي خالص كله. انا استعملت بس السيرم، حاسه ان مجرد ضغط دمويه في وشي، انا مش عارفه في ايه. السيرم بتاع لامبينا بجد خطير، جربوه. تاني حاجه طبعا نتروجينا الميسيلر ووتر. انا قعدت عندي سنه ونص بجد، انا استعملت حبه قد كده من كتر ما هي كحول في ازازه، بجد مش حلوه خالص وما تجيبهاش. يطلعوا عليها عروض اليومين دول عروض كتير قوي، ما تعمليش كده وتجيبيها وتقعدي بقى تندمي والجو ده، لان الحجم قد كده وشرطنا متغيره. الميسيلر ووتر اللي كلمتك عليها اللي حلوه جدا، حتى لو بشرتك حساسه زيي وعينيكي حساسه زيي في نفس الوقت بتشفط الوساخه من على البشره. انا جربتها كتير وكلمت عليها فيديو وعملتها قدامكم، تحفه. دي تحفه. انا هحط لكم صورتها هنا، اسمها بفاز ميسيلر ووتر بفاز حاجه كده. هحط لكم هنا انها اسباني، بس دي من اعظم الحاجات اللي انا جربتها ومن احلى الحاجات. رجي الازازه كده تحطي على وشك بالقطنه. طبعا مزيلات العرق في حاجات كتير كويسه. انا قلت اللي بالروايح هيقعد مع بعض الناس 4 ساعات، وفي ناس هيزود عندهم العرق هيقلب ريحه وحشه خالص. واتكلمت عن احسن مزيلات العرق، بس انا ما بحبش الروايح خالص في مزيلات العرق غير بتاع نانو تريت بالورد، هو الوحيد اللي عاجبني جدا جدا جدا. في نوع تاني بس بحاول افتكره. غير كده انتي وحظك، يعني اقعدي جربي، لان المنتجات المصريه هو مصنع واحد، والتركيبات اللي بيشتروها مش مجربه سريريا، مش الحاجات دي متجربه 50 3000 مره، فعارفين نتيجتها على انواع البشرات ايه. عارفين ان احنا عندنا 7 انواع بشرات، يعني مش 3 انواع بشرات، 7 انواع بشرات مختلفه، كل بشره غير الثانيه، كل نتيجه بتبان اسرع او بتبان ابطا او بتاخد اقل، كل واحده غير الثانيه. عشان كده في مزيلات العرق المستورده تكون افضل بكتير، لانهم اختبروها فعارفين انت هتجيبي نتيجه بعد قد ايه، وانت هتجيبي نتيجه بعد قد ايه، وانت هتجيبي نتيجه بعد ايه. بس الناس فكرها دايما لا انا هوفر واجيب الرخيص. كولاجرا بيطلع سواد تحت البط بشكل مش طبيعي. فانا في الفيديو بقى ده هسيبه لكم هنا صورته، وهسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف، اتفرجوا عليه شوفوا الحلو الوحش بالنسبه لكم، وهاتوا افضل من غير روايح. كليو سان سكرين. اوكي، انا برضو اتكلمت على كل منتجات كليو، بس عايزه اقول لك حاجه. السان سكرين ما بيعملش حاجه، ما بيحميش، ما يديكيش اي افكت، بالعكس انت بتدمري بشرتك، ترجعي بشرتك اغمق من العادي. هو في زيت، في حاجه، يعني انا حاطه طبقه على بشرتي ده مش حلو خالص خالص. في بس انا اتكلمت على نوع
نوع واحد مصري من شركه هايا، هحط لكم صورته هنا. انا بستعمل اعلى حمايه لبشرتي، فانا بستعمل كريم بتاع لا روش بوزيه بالهيالورونيك اسيد. انا ما بجيبش ميك اب خالص، يعني قليل قوي لو جبت ميك اب، والميك اب اللي جبته سايزات صغيره، ترافل سايز، حاجات صغيره عشان ما تقعدش معايا كتير. تمام، غير كده انا ما بجيبش خالص، وبصرف كل فلوسي على بشرتي الحمد لله باينه على وشي، دي اهم حاجه. الكريمات اللي في الصيدليه بنسينول بكل مشتقاته ما تحطوش على وشك. حاجه عندك كمان اسمه ايه، كرباميد، الكريمات اللي في المرطبه اللي بتبقى رخيصه جدا في الصيدليه. انا هحط لك صورها هنا عشان انا لو قعدنا نقول اسامي هنطول قوي. الكريمات دي صدقيني كارثه على البشره، دي كارثه من الكوارث، ملهاش اي لازمه. انت بتتعبي بشرتك وبتدمري بشرتك. انت اول يومين هتفرحي، بعد كده اسبوع 10 ايام هتلاقي حبوب انتشرت تحت الجلد جامد قوي قوي قوي، ويطلع لك مشاكل كتير قوي قوي. الليف ان بتاع كلاري بيلزق جدا جدا الشعر وما بيرطبش خالص، وما عجبنيش خالص، ما حبيتوش. انا بحب شعري يكون مترطب بس كده، شايفين عامل ازاي، يبقى منفوش كده. انا بحب النفخه دي، هو بيلزق الشعرايه. انا بحب شعري يكون منطلق، بصي مترطب بس شكله حلو. يا جماعه كل منتجات دكتور راشيل او دكتوره راشيل، بصي منتجات فكسانه ولا ليها اي لازمه. والهيرونيك اسيد انت تشتري ميه في ازازه، لا بيرطب ولا هيرونيك اسيد ولا بيعمل اي حاجه. وانا ندمانه في يوم من الايام اللي انا اشتريت منتجاتهم بالفلوس دي، كنت جبت منتجات حلوه تانية خالص. وحش 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 وحش. الناس اللي بتكلمني على كريم العين بتاع بريزلاين، اوكي انا جربته. انا طبعا برد كل ده على اسئلتكم، الناس بتسالني على منتجات فانا برد عليها. الكريم الازرق بتاع تحت العين من بريزلاين ما بيعملش اي حاجه، مش بيفتح حالات، مش بيرطب، مش بيعمل اي حاجه. بالعكس انا عندي تجويف، فانا التجويف عندي وصل لغايه هنا، ما لقيتش اي حاجه خالص. بالعكس انا حسيت ان هو بيطلع لي كمان خطوط. عارفين لما بتكرهوا حد لدرجه انكم مش شايفينه، انا بكرهه لدرجه ان انا مش شايفاه، مش عايزاه تاني. بخصوص السان سكرين بتاع ابي، انا عليا حلو، واحده صاحبتي قالت لي عليه وحش، واحده ثانيه صاحبتي قالت لي لا متوسط، كل واحده غير التانيه. انتي لقيت ناس كتير بتقول لي عليه وحش، انا شايفاه بصراحه كويس ومعقول وحلو جدا. انا شايفاه اتغير وتحسن وبيحمي كويس قوي 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 للناس اصحاب البشره الجافه. يعني انت بشرتك جافه فانت هتحسي بتقل شويه في وقت من الاوقات. انت جافه، كنت بجربه وبستعمله في الوقت ده بس في الشتاء، فكان معايا كويس. صاحبتي تانية قالت لي لا مش كويس خالص ووحش جدا واكسدني. فانت بقى اللي انا هسيب لكم القرار ده، انت تقولي لي تجربتك ايه في الكومنت، جاي معاكي نتيجه ولا جايش معاكي نتيجه، جربتيه ولا ما جربتوهوش. فانت بقى اللي ايه هتقولي لنا تحت في الكومنت. وكمان اكتبي لنا المنتجات الوحشه جدا جدا اللي جربتيها بجد. جربوا اكتبوا، علشان البنات بتحب تقرا الكومنت زي ما انا احب اقرا الكومنت. بصي احنا شير مع بعضين وكده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لك اي فيديو جديد. واي سؤال اكتبيه لي تحت في الكومنت، واشوفك على خير.